هنديها الار. خبطه يا جماعه مرعبه، يعني الاكسنت احنا كنا قلنا فيها نفس الرزعه من الان للار. هنديها الدي. اوف. بصوا الدي يعني الطف شويه، لكن الار حته خبطه يعني محترمه. اوف اوف اوف, أوف. دي منتشره جدا في عربيات هيونداي عموما، لكن في هنا لا، حاجه ضخمه. ممكن تكون عشان هو الجير 4 نقلات، مش عارف. يعني السي في تي كان ارحم من كده شويه، لكن خبطه محترمه. بس ده الطبيعي، فما تتخضوش من عربيه هيونداي اغلبها لما بتديها من الان للار بتحصل مشكله. العزل الموتور هنجرب كده ندور مع بعض. بص صوت الموتور جدا جدا مسموع. ليه؟ لان الموتور انت عارف مفيش كبوت، مفيش مساحه، يعني حرفيا مفيش. فبالتالي ما تتوقعش منها عزل اطلاقا، عزلها سيء للغايه. بالذات بقى لو عملت كيك داون حرفيا هتتخض. صوت الموتور كأن مفيش عزل اصلا. شايف؟ فحتى مع التدوير هسمعكم التدويره كمان مره. اسمع. عارف الطف من مين؟ الطف من العربيه اللي اسمها ايه، اليارس. احسن من اليارس سنه، مش في المجمل يعني، في بدايه التشغيله هي احسن من اليارس، لكن في الكيك داون هي سيئه جدا. اليارس احسن منها. الاكسنت احسن منهم الاثنين. اهم العيوب اللي فيها، شايف الكرسي؟ الكرسي مختفي تحتي، حرفيا والله مختفي تحتي. بص هنا الكرسي يعني يا دوب باين من هنا. فانا علشان يعني خلينا نقول لو انت وزنك فوق ال 80 كيلو وطولك في اكتر من 180، العربيه دي فعلا ما تناسبكش، ضيقه جدا. بص انا قاعد هنا مش مرتاح، قاعد هنا مش مرتاح. واسوأ ما فيها الكرسي صغير، يعني هحسسك ان انت تخين. فاهم قصدي ازاي؟ انت عارف انت الكرسي الفريمليس تاخد برضو الكرسي. لا بص انا ظهري فين، طلع كده الكرسي، مفيش كرسي ورايا، المسند ورايا هو اللي باين، والباقي كله انا مغطيه. قد يكون الواحد جسمه عريض شويه، لكن برضو الكرسي صغير جدا جدا. انت ممكن تعمل عربيه صغيره، انا معاك مفيش مشكله، في عربيات كتير صغيره، بس راعي ان الكرسي على الاقل يكون موجود. انت حجمك كبير، العربيه دي ابدا ما تناسبكش، احذر ولازم تجربها. باين اصلا، بص التابلو قد ايه، فعرضها صغير جدا، طولها صغير، بس بطريقه مزعجه. يعني هو فعلا جاي جدا على مساحه الركاب، لانه عامل شنطه ورا. هي في شنطه برضه سخيفه، بس عموما الوضع مش مريح كمساحات. لازم يكون طولك تحت ال 180 ووزنك تحت ال 80 كيلو عشان فعلا تختار عربيه زي كده، والا فعلا مش هترتاح فيها. هنختبرها بقى في المطالع. يعني بص انا واقف على المطلع اهوت، والهيل اسيست هو اللي ماسك الايه السياره. هدوس بنزين واشوف. بص حرفيا طلعتها قويه جدا جدا جدا، بتمسك خيار وبترفع ار بي ام وبتطلع بكل خفه وقوه، لان برضو ماكينه 1200 يعني على الحجم ده مخليها ما شاء الله ممتازه. نقله الجير من الاول للتاني اللي هي عاده بتكون مش مريحه ومزعجه لناس كتير، والله ناعمه جدا ما شاء الله، ومريحه تماما، ما فيهاش اي خشونه من اي نوع. شوف بقى المكيف وسرعه تبريده، درجه الحراره حوالي 40، فانا هجرب كده بدون قياس. بيبرد بسرعه، يعني التبريد سريع، بتحس بيه فورا. يعني الفتحات حتى ابتدت تبرد ما شاء الله، تبريدها ممتاز. صوت المروحه عالي الى حد ما. فتحات التكييف ممتازه ممتازه. يعني بص انا قاعد اهوت، بص فتحه التكييف فين؟ فاكرين الاكسنت لما قلنا ان فيها عيب في التصميم، لكن هنا فتحات التكييف وضعها ممتاز وفعلا لطيفه جدا جدا. حته المكيف معلهاش كلام اطلاقا. هنجرب بقى ايه نمشي بيها ونشوف كده الحركه بتاعتها. زي ما قلنا الجير ناعم. استنى ندخل من هنا احسن. الجير بتاعها ناعم كويس. العزل مع مجرد ان انت بتمشي صوت الموتور يعني بعد شويه ما بتبقاش سامعه كويس، وده كويس بالنسبه لنا. المطبات بتاعتها فيها تماسك والله، يعني رغم ان هي سياره صغيره الا مع ان المطبات فعلا كويسه، ما فيها تماسك مع المطبات. العيب برضو من الحاجات المهمه بالنسبه لي قعدتها عاليه جدا. يعني عربيه صغيره انا افضل ان هي تكون واطيه شويه، لكن عاليه بطريقه فظيعه فظيعه فظيعه. علشان كده العربيه دي لازم تجربها قبل ما تشتريها. انا داخل على مطب اهوت، هقول لكم برضه على شعار مطب. لطيفه جدا في المطبات طبعا لانها عاليه، فلا روعه روعه في المطبات، حلوه متماسكه. لا لا يعني مفيش كلام عليها خالص في المطبات. الفرامل حساسه من اول لمسه، يعني وانس ان انت رجلك هتروح الفرامل في فرامل.
ستيرنج ناعم 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 وممتع للغايه.